ازيكم؟ دول 10 نصايح وشورت كاتس للوجيك برو لازم تحفظهم جدا علشان تبقى سريع في الشغل على اللوجيك برو. يلا بينا. النصيحة رقم أولى، لو أنا عندي كومب فويس زي ده مثلا، خلينا نكبر كده، وحبيت إن أنا أغير اسمه، لو دوست دبل كليك عليه مش هقدر أغير، لكن الشورت كات أقف عليه وأدوس شيفت مع تي هيفتح لي اسم الكومب نفسه، سميه أي حاجة، سولو مثلا، هلاقي الكومب اتغير. النصيحة رقم 2، لو أنا مثلا عندي كومب زي ده وحبيت اختار حاجات معينه منه، زي ما انت شايف الماوس، لو انا جيت وقفت في النص اللي فوق بتاع الكومب هيبقى ماوس عادي، لكن لو نزلت بنص لتحت هيتحول ل سيلكشن تول او شرطتين، اقدر اختار انا عايز الحته دي مثلا، او عايز الحته دي مثلا، او عايز الحته دي مثلا فاضيه دي، وهو من نفسه هيحط الفيد اللي ما بين التراك. طيب، النصيحه رقم 3، لو انا عندي تراك زي ده، خلينا نقص هنا حته ونقص هنا حته. لو أنا حبيت أحط cross، أسهل طريقة إن أنا أطلع بالماوس على الحتة اللي فوق، هتلاقي الماوس اتغيّر، دي إحنا عارفينها، بس لو أنا حبيت الlogic pro من نفسه يحط الcross، هاختار الregion دي والregion دي وأدوس control option X، هو من نفسه هيحط الcross over. تاني، هاختار الregion دي مثلًا والregion دي وأدوس control option X، هو من نفسه هيحط الcross. النصيحة رقم 4، لو أنت بتستخدم الmarker زي كده، تمام؟ لو أنا حبيت أحط marker، هاجي في الحتة اللي أنا عايزها وأدوس option كوما، هيحط لي الmarker بتاعي هنا. لو أنا حبيت كده option كوما، هيحط لي الmarker بتاعي هنا. طيب، لو أنا حبيت أقصّر الmarker دي، بدل ما أنا آجي على آخر الmarker وأشدها أو أسحبها، لأ، كل اللي عليّا اللي أنا هاجي في الحتة اللي أنا عايزها وأدوس command وأدوس كليك هيقصّها على طول، أدوس كليك هيقصّها على طول. النصيحة رقم 5، لو أنا بدل ما أنا آجي أختار بالplay head في الحتة اللي أنا عايز أقف أشتغل فيها، لأ، كل اللي هاجي على الregion وأدوس shift مع space هيشغّل منها. تاني، عايز مثلًا من أول هنا آجي على الregion دي وأدوس shift space هيشغّل منها، آجي من هنا shift space هيبتدي يلعب من الأول. طيب، نصيحة رقم 6، لو أنا حبيت أبُص على الwave form بس شايف إنها صغيرة شوية، وعايز أكبّرها من غير ما أعلّي الgain، أسهل طريقة اللي أنا command وزائد زي ما أنت شايف بيكبّر حجم الwave form، command ناقص بيصغّر حجم الwave form. طيب، نصيحة رقم 7، لو أنا عندي region زي دي وعايز أشيل منها الحتت الفاضية، بدل ما أنا أقعد أقص بإيدي، أسهل طريقة إن أنا أدوس control X، هيفتح لي الtool اسمها remove silence، وهو من نفسه هيقص كل الحتت الفاضية، وأقدر من هنا أعدل هو عايز أو يقص من أول فين، وأول ما أدوس enter من نفسه هيشيل الحتت الفاضية. نصيحة رقم 8، لو أنا عندي تراك زي ده، تمام، وحبيت انزله اوكتاف، اسهل طريقه او الشورت كات شيفت مع اوبشن لتحت، زي ما انت شايف نزل 12، فلو جيت كده او شيفت اوبشن لفوق بقى طلع اوكتاف كامل. طيب، النصيحه رقم 9، لو انا عندي درام كيك زي دي وحاسس إن الكيك ضعيفة شوية، اللوجيك برو فيه حاجة اسمها كيك دبلنج، والشورت كات بتاعها كنترول مع دي، من نفسه هو بيقرا التراك ويحدد الكيك درامز، واقدر اعملها اسمعها زي ما انت شايف، هو من نفسه عمل دبلنج للكيك، ولو دوست اوكي زي ما انت شايف بقى فيه دبل للكيك. طيب، النصيحة رقم 10، لو أنا عندي region زي ده وفيه ويفا أو لوبة أنت خدتها من Apple Loop أو حد بعتها لك وعايز أعرف سرعتها على طول، هاختار الregion وأدوس Option Command Shift مع T، هيحللها ويديك سرعتها على طول. أتمنى تكون ال10 حاجات دي تكون فادتك. لو عجبتك الأفكار دي والshort cuts دي، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد من Logic Pro Tips and Tricks بالعربي. سلام.